نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم ومصطفانا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا يا عشاق كرة القدم ويا جماهير المرنجي العريقة على خير البشر، صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام بداخل كل مكان في الوطن العربي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في تغطية كروية حصرية وخاصة جدا عبر قناتكم الحدث نيوز، حيث نلتقي معكم اليوم لمتابعة مباراة جديدة وانطلاق سلسلة مباريات الميرنجي ريال مدريد الودية والتحضيرية للموسم الكروي الجديد، وذلك من أجل الاستعداد الفني الكامل لمباريات ومنافسات الموسم الساخن القادم في مواجهات الكرة الإسبانية والعالمية المشتعلة لعام 2026 و2027. ولكن قبل أن نتعرف سويا على التفاصيل الدقيقة وموعد المباراة الرسمي والقنوات الناقلة والمعلقين، انزلوا الحين بأسفل الفيديو وتوقعوا معنا بداخل التعليقات من سيكون الفائز في هذه المباراة الودية التحضيرية الكبرى. ولا تنسوا دعمنا القوي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك سريع للفيديو وتعطير التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المباراة القادمة لمرنجي ريال مدريد ستكون أمام فريق لجانيس العنيد، وتأتي هذه المواجهة المرتقبة ضمن المباريات التحضيرية والودية المغلقة للموسم الجديد، والمباراة تقام على أرضية ملعب مدينة ريال مدريد الرياضية، وتحديدا في ملعب فالديبياس الشهير. أما بالنسبة لتوقيت انطلاق المباراة الكبرى فسيكون مساء يوم الثلاثاء 28 من شهر يوليو لعام 2026، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت السودان، وفي تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي ومكة المكرمة والأردن والعراق. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه الملحمة فستكون حصريا عبر القناة الرسمية للميرنجي، قناة ريال مدريد تي في، حيث قد يتم بث المباراة مباشرة عبر حسابهم الرسمي على اليوتيوب، وقد يتم بث المباراة فقط وفحصها عبر القناة الرسمية بداخل إسبانيا. ويذكر بأن الميرنجي ريال مدريد يخوض الحين معسكرا تحضيريا شاقا ومغلقا من أجل الاستعداد الفولاذي للموسم الجديد، وقد تواجه الملكي في المباراة الودية السابقة أمام فريق الكوركون، وانتهت النتيجة بالملي بفوز الميرنجي بهدف نظيف دون رد، جاء عن طريق ضربة جزاء ناجحة سجلها اللاعب الشاب الموهوب دانييلي أنيز. بينما تشير المفكرة الرياضية بأن المباراة القادمة واللاحقة للميرنجي ستكون أمام فريق فيورنتينا الإيطالي، وذلك يوم السبت 8 من شهر أغسطس لعام 2026، ثم تليها مباراة نارية أخرى للميرنجي أمام فريق فيرن ستافروش في يوم السبت 8 من أغسطس أيضا، ويختتم الملكي مبارياته التحضيرية بلقاء أخير وقاتل أمام فريق ديبورتيفو لا كارونيا الشهير، وذلك يوم الأربعاء 12 من شهر أغسطس. توقعوا معنا في التعليقات الحين من سيكون الفائز في هذه المواجهة الودية التحضيرية لريال مدريد. شكرا لكم متابعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.